بصي يا ستي، احنا دلوقتي عندنا النهارده تحدي ان احنا جسمنا كان فتره طويله بياخد انسولين، عايزين نقلبه ان شاء الله باذن الله الى اقراص بشكل امن. علشان كمان في مشكله ان احنا الانسولين في اغلب الاوقات دلوقتي ما بقيناش لاقيينه، فعلا. فاحنا عندنا التحدي ده. الحبوب عشان ما لقيتوش. تمام. ازاي بقى اقلب للحبوب؟ وهل جسمي يقدر يتحمل ان انا ما اخدش انسولين؟ ليه؟ لان حضرتك مريض سكر من النوع الثاني. النوع الاول ده نوع معتمد على الانسولين، ما ينفعش اجرب فيه التجربه دي. ما ينفعش اقول ان انا ينفع لشخص اصلا جسمه ما بيفرزش انسولين هنوقف الانسولين واديك حبوب، انا كده بموته. اما الشخص اللي من النوع التاني اللي زي حضرتك ينفع بسهولة لو قدر ان هو يعتمد على نظام غذائي اسمه نظام غذائي قليل الكارب، يعني قليل الكربوهيدرات. الانسولين بيحتاج الجسم له علشان يدخل الجلوكوز جوه الخلية. لو انا قللت شويه الجلوكوز دول، هو احتياجي للانسولين هيقل، وهيبقى الاقراص اللي باخدها مجرد انها بتساعدني على العمل بتاع شويه الجلوكوز الصغيرين اللي داخلين من اكل او شرب بسيط. تمام؟ وبالتالي لو انا جيت اصمم نظام غذائي لازم يبقى جسمي عارف ان كميه الكربوهيدرات اللي هتدخل جسمي في اليوم كله ما تزيدش عن 150 جرام كربوهيدرات. علشان نسهل الحكايه، احنا تقريبا المعلقه اللي بتاعه الاكل الكبيره لما تبقى مليانه بتبقى تقريبا من 10 ل 15 جرام. ايوه. يعني انا لو كلت 5 معالق رز فانا كده تقريبا كلت 4 في احنا قلنا 15. في 15، يعني تقريبا قد ايه؟ 60. 60. دول 60 جرام من ال 150 اللي انا عايزهم. يعني تقريبا انا خلصت نص او تلت الكميه في 4 معالق رز او في 5 معالق رز. تخيلي معايا الفكره. طب انا لو كلت كمان زي ماما عملت النهارده واكلت رغيف عيش كمان، رغيف العيش تقريبا 80 جرام، انا تقريبا خلصت. امال هعمل ايه؟ هعتمد على ان كميه الاكل بتاعتي يبقى فيها كميه بروتين وكميه خضروات قليله الكربوهيدرات كتير، فيبقى انا شبعان بشكل كويس ومش جعان وعندي طاقة، وفي نفس الوقت ما عنديش كمية كربوهيدرات في أكل كتير. فلو جينا مثلا لوجبة زي وجبة الفطار، ايه الأنواع اللي أنا ممكن استخدمها وما عنديش مشكلة فيها؟ الفول، البيض، ويا ريت نستخدم البيض المقلي بالسمن البلدي، لأن ده الحقيقة كمية الكربوهيدرات اللي فيه صفر، وفي نفس الوقت انت بتدي طاقة كبيرة لجسمك وشبع، احساس بالشبع يقعد معاكي فترة طويلة اثناء اليوم. تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ لوجبة زي وجبة الفطار. ممكن نحط انواع تانية، يعني ممكن مثلا بتنجان مشوي ونستخدم معاه طحينة، ونستخدم معاه الدقة، شوية الشطة وشوية الكمون. ممكن جبنة ونحط عليها خيار وطماطم. تخيلي لو انت عاملة وجبة فيها صنفين او 3 من دول، هل هتحتاجي انك تاكلي عيش؟ اعتقد ان احنا ممكن ناكل ده بالمعلقه كده من غير عيش اصلا، ونعتمد ان احنا ممكن يبقى معاه بقى الكربوهيدرات هحصل عليها من سلطه زي خيار وطماطم وخلافه، وممكن استخدم ثمره فاكهه صغيره زي جوافايه مثلا صغيره ولا حاجه. نيجي لوجبه زي وجبه الغداء، لسه قايلين 4 معالق رز يعني يساوي تقريبا قد ايه؟ 75 جرام كربوهيدرات. كفايه قوي ما اكلش معاهم عيش بقى، لكن اكل بقى اللي انا عاملاه تاني زي لحوم او اسماك او عدس. ما هو العدس ده عباره عن بقوليات، كميه النشويات اللي فيه قليله فيه بس قليله. ممكن اكل بيض، مش لازم اكل كل يوم لحم او سمك. ممكن اكل مره تونه، ممكن اكل بيض او لحمه او سمك او تونه او فول او عدس او لوبيا او فاصوليا. من العقل ان انا اليوم اللي اكل فيه خضار مع اللحمه او السمك ما يبقاش بقوليات. البقوليات تبقى في اليوم الفاضي اللي هو ما فيهوش لحم او سمك. ومن النصايح المهمه ان يبقى عندي يومين في الاسبوع ما فيهمش لحم وسمك على الاقل، لما كانوا 3 يكون احسن كمان. تمام؟ هنيجي لوجبه زي وجبه العشاء، لو قدرنا انها تكون قليله الكربوهيدرات لدرجه انها تكون قليله جدا يكون افضل. يعني مش عايز الليل بتاعي يكون فيه كميه اكل كويس. يعني لو انا اتغديت بشكل جيد، وجبه جيده فيها كميه خضار مطبوخ او سلطه بشكل كويس بالاضافه للكميه بتاعت البروتين اللي هاكلها، هيديني احساس بالشبع جيد، خاصه لو انا اخرت وجبه الغداء.
يعني لو انا خليت وجبه الغداء ديت الساعة قرب 3 مثلاً. المغرب، انا كده تقريبا مش عاوز ان انا اتعشى. هيبقى العشاء بتاعي ممكن ثمرة فاكهة، او ممكن بالكتير خالص كوباية زبادي من غير ما استخدم عيش. لا احنا في البيت عندنا الفطار الساعة 8، الغداء الساعة 1، العشاء هي مش قانون، هو مش هو قانون. كده يعني انا عايز اقول، انا عايزها تعرف انها لو قايمه من النوم مش جعانه، مش شرط ابدا انها تاكل، ممكن تاخر وجبه الفطار، ممكن تاخر وجبه الغداء علشان يديها مساحه زمنيه من الشبع من غير ما تضطر انها تتعشى تاني بالليل. أيوة. تمام. بس بيجيلها بقى ايه لما بتجوع فجأة، بتجوع انا مش عايزه تجوع. لا ده بتجوع فجأة. لا 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 انت رجعت ترتاح. لا لا انا مش عايزه تجوع ابدا، مش عايز احساس الجوع ده يجي لها. انا عايز بس اقول لها انها لما تجوع تعمل وجبه. يعني ما تاكلش سندوتش صغير، لان الحقيقه هي لما هتاكل سندوتش صغير هتجوع تاني. انا عايز اقول ان انا فطرت، انا مش عايز كده خالص. هو ده من احد مساوئ الانسولين. الانسولين بيعمل كده، بيعمل انخفاض وهبوط شديد لما يوصل للذروه بتاعته. ده مش هيكون موجود في الاقراص. تمام. يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نعرف ان احنا هناكل لما نبقى جعانين، لكن مش هنسيب نفسنا نجوع. يعني مش هموت نفسي من الجوع عشان ما يجيليش الاحساس بتاع الرعشه اللي بيحصل مع انخفاض السكر. وصلت كده؟ طيب بالنسبه